جيراني الاعزاء المحترمين، مساء الفل، مساء النصر، مساء السعاده، مساء كل شيء جميل. استاذن حضراتكم قبل ما اقول التفاصيل نشير اللايف على اوسع نطاق عشان الناس اللي كانت يائسه والناس اللي كانت زعلانه تستبشر خير، وباذن الرحمن دايما بنقول القادم افضل فما ضاع حق وراءه مطالب. ارجعوا بالذاكره كده ل3 اسابيع فاتت لما تشرفت بلقاء السيد محافظ الجيزه المهندس عادل النجار، والحقيقه كنت اتكلمت معاه وزي ما قلت لحضرتك نقلت صوت وشكاوى كل سكان حدائق الاهرام بخصوص مشاكل المدينه، وكان على راسها ملف في غايه الاهميه لا يقل تماما عن ملف التوك توك اللي انتهى واللي بفضل المولى عز وجل قضينا عليه تماما في حدائق الاهرام. والملف ده سعينا ليه كثيرا في السابق ونشدنا بيه كثيرا في السابق لسنوات وقلنا ان شاء الله خير، واعلنت من اسبوع وقلت في حاجه هتحصل الايام اللي جايه بس مش هعلن عن تفاصيلها الا لما تتنفذ على ارض الواقع، وهي الان قيد التنفيذ، وان شاء الله باذن الرحمن هتحدث نقله نوعيه وتغيير في غايه الاهميه في حدائق الاهرام. حدائق الاهرام اصبح ليها الان شركه رسميه مختصه بالنظافه. ايوه زي ما سمعت كده، ما بقولش كلام وهباء، زي ما حضراتكم عارفين احنا بنقول كل كلمه الحمد لله رب العالمين بيتم تنفيذها، ومش بنعلن عن اي حاجه الا لما نكون على يقين موجوده على ارض الواقع. محتاجين حاجات كتيرة جدا وناس كتير سأمت من ملف النظافة خاصة لتفاقم المشكلة في حدائق الأهرام الفترة الماضية، وكان القطاع الحقيقة المعدات اللي عنده مش كافية ومش ملاحقة على كم المشكلة في حدائق الأهرام. بفضل المولى عز وجل وزي ما أكد لي معالي السيد محافظ الجيزة في اللقاء الأخير بسيادته، وقال إن شاء الله بإذن الرحمن شغالين دلوقتي على تواجد شركة نظافة، وبالفعل الحمد لله في تواجد لشركة النظافة فعليا، والحمد لله كان ليها شغل تجريبي بالأمس، وإن شاء الله الأيام الجاية هتحسوا بتواجدها. طيب يعني إيه شركة نظافة مختصة بحدائق الأهرام؟ سريعا كده الشركة هتنزل بمعداتها، يعني هتلاقي حوالي 3 عربيات كنس اللي هي الكنس الآلي الكبيرة جدا واللي انتشر بعض الصور ليها على عدد من الجروبات على حدائق الأهرام، واللي كانت مجرد جس نبض كده أو تجريبيا. الحمد لله رب العالمين بقى عندنا تقريبا 2 وممكن تبقى 3 الفترة اللي جاية، بالإضافة طبعا للمعدات الخاصه بقطاع الهضبه، يعني دي مع دي ان شاء الله هيعملوا نقله نوعيه. كمان تواجد عدد اكبر من عمال النظافه بالاضافه طبعا للعمال التابعين لهيئه نظافه الجيزه وقطاع هضبه الاهرام، وبالتالي ايضا معدات كنس ومعدات لودرات ومعدات اللي هي العربيات اللي بتحمل النظافه اعزكم الله. فبالتالي الشركه هتنزل بكل قواها الايام الجايه بالتعاون طبعا مع قطاع هضبه الاهرام وهيئه النظافه بالجيزه والمتمثله في قطاع هضبة الأهرام. إذن الحمد لله رب العالمين كل كلمة قلناها لحضراتكم بدأت تتنفذ على أرض الواقع، ده بالإضافة لباقي الملفات الأخرى الجاري تنفيذها اللي وعد بها السيد محافظ الجيزة. وأقسم بالله شخصيا معالي المحافظ قالها لي في لقائه الأخير معايا، قلت له يا معالي المحافظ إحنا عندنا كذا كذا كذا، وسريعا استعرضت له بعض النقاط وقلت لحضرته هقدم لك مذكرة فني فيها كل المشاكل والمقترحات. قال لي بإذن الرحمن هيبقى في متابعة مستمرة في الحدائق لحل كل المشاكل، وشخصيا متابعه من سيادته، يعني هو اللي هيتابع الملفات. وشفنا الحمد لله تواجده على ارض الواقع يعني حتى بدون حراسه وجولات مفاجاه، ودي حاجه كويسه واسلجت صدري، وانا دعيت مع المحافظ بجوله زي كده في حدائق الاهرام، واتمنى ان شاء الله تحصل الايام اللي جايه. اذا ملف النظافه ان شاء الله يعني اللي كنا بنحلم بيه اعتقد بعد التواجد الفعلي لشركه النظافه اللي اسمها شركه الاتحاد، ده سبق لينا واللي احنا وعدنا بيه الحمد لله رب العالمين بيحصل على ارض الواقع. شركه الاتحاد دي الشركه المختصه بالنظافه في حدائق الاهرام، بالاضافه على فكره للجمع من المنازل، يعني هيكون ليها ان شاء الله شان اخر في الجمع من المنازل، بالاضافه لنظافه الشوارع والميادين وتنظيف يعني كتل النظافه اللي موجوده في عدد من القطع في حدائق الاهرام، قطع الاراضي المختلفه، بالاضافه طبعا لتواجد قطاع هضبه الاهرام، فكله يتكاتف ويتضافر بحيث ان شاء الله باذن الرحمن نشهد نقله نوعيه في النظافه في حدائق الاهرام. وشفنا يمكن متابعه وتوجيهات مستمره زي ما قلت لحضراتكم في اللقاء الاخير مع السيد محافظ برضو ان في اجراءات وفي حملات وفي حاجات كتير جدا هتحصل في الحدائق، زي عزبه الصفيح اللي كانت موجوده تحت الضغط اللي بقى لها سنين جدا جدا جدا، وده الحمد لله برضو نجاحات كبيره جدا وعد بيها السيد المحافظ وحصلت. فبالتالي بريقه امل، حاجه بتدينا ان احنا نتنفس الصعداء مره ثانيه ونتفائل خير ان شاء الله القادم افضل باذن الله تعالى. وقاعد حضراتكم
طالما احنا بنسعى بكل جهد وطالما ان احنا بنطالب بحقوقنا، اكيد ان شاء الله ربنا سبحانه وتعالى يعني بيكلل نجاحنا بالخير، ولكل مجتهد نصيب فما ضاع حق وراه مطالب. وده شعاري منذ بدأت العمل العام في حدائق الأهرام من 4 سنين. خدوا بالكم ده مش دعاية انتخابية ولا أي حاجة. أنا عبد فقير إلى الله، أحب المكان اللي أنا ساكن فيه وبعشق جيراني، وبسعى بكل جهد إن أنا أخدمهم لوجه المولى عز وجل. انا لا نازل انتخابات وبعلنها اهو، الناس كلها كانت منتظره عاصم الشندويلي ينزل انتخابات وكل الجيران طالبوا بده، ولكن انا بقول دايما محبه الناس وخدمتهم ودعاهم اقسم بعزه جلال الله وحياه اولادي اغلى عندي من كنوز ومناصب الدنيا كلها. للاسف وبقولها لكم وبفتح لكم قلبي بكل صراحه، ناس كتير افتكرت ان انا نزلت العمل العام من 4 سنين عشان الانتخابات وعشان خلافه، وانا بقولها وبعلنها دلوقتي، والحمد لله جت المناسبه السعيده اللي انا اقدر اعلن من خلالها ان انا مش نازل انتخابات، بالعكس انا نازل اخدم جيراني بعيدا عن اي منصب، بعيدا عن اي حاجه، وبستغل بحكم شغلتي كاعلامي ان انا لما بشوف اي مسؤول وان انا اقدر اتواصل مع اي مسؤول اوصل له صوت كل جيراني، ما بتاخرش لان ده حقهم عليا، وربنا سبحانه وتعالى هيحاسبنا عليه يوم القيامه، وعلى قد ما اقدر وعلى قد فوق استطاعتي كمان بعمل لخدمة كل سكان حدائق الأهرام، وبإذن الله تعالى كل شيء هيبقى جميل، وبإذن الله اللي احنا عملناه على مدار 4 سنين ولو ربنا ادانا العمر بعد كده هنكمله على خير لوجه المولى عز وجل، بدون انتخابات ودون مناصب ودون أي حاجة، فقط لوجه المولى عز وجل. ربنا يقدم اللي فيه الخير، ولسه ان شاء الله ملفات كتيره جدا 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 هتستكمل في حدائق الاهرام، منها ملف الاسفلت وملفات اخرى عديده زي ما حضراتكم بعتولي وطلبتوني بيها، وانا يشهد المولى عز وجل ووصلتها لكل مسؤول. باذن الرحمن القادم افضل فما ضاع حقه وراءه مطالب. تحياتي وتقدير عاصم الشندويلي. رجائي بقى شيروا اللايف على كل المنصات وعلى كل الجروبات، عشان فقط الناس اللي فقدت الامل يجي لها بريق الامل تاني وتتنفس الصعداء، وتحس ان شاء الله ان الاصلاح مستمر في حدائق الاهرام. كنا استشفينا قبل كده بعد ما مشينا الحمد لله التوك توك وقضينا على هذه الافه، قلنا ان شاء الله الامور جايه، قعدنا سنين بنحاول والحمد لله رب العالمين. اكيد مفيش جهد ربنا سبحانه وتعالى بيضيعه هباء، مفيش تعب بيروح هدر، واكيد باذن الرحمن القادم افضل فما ضاع حق ورا مطالب. وزي ما بقول دايما هتابع مع حضراتكم وهظل اتابع مع حضراتكم حتى تصبح حدائق الاهرام في افضل صورها باذن الله. تحياتي وتقديري عاصم الشندويلي، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.